السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر الله وصل على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل دقائق بالضبط، يمكن ما كملتش ساعة، البيان النادي الهلال السوداني نزل بيان على الفيسبوك، يعني يطلع صفحتين ثلاثة، أقول يعني اللي كتب ده كان فاضي. من امبارح كان يكتب في البيان، أصلا امبارح ما يكفيش. أنا قعدت أقرأ زهقت أصلا، بقيت أجري ما يعني بيان، يعني البيان بيكون ثلاث اربع نقط، ثلاث اربع. المهم البيان ما يقول لك ايه: نحن نطالب الدولة السودانية والسودانيين والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي والاندية الاوروبية والاندية الافريقية، المهم خاطب العالم كله، ها، لمواجهة الاهلي المصري اللي عمل بعد اللي عمله مع الهلال السوداني في القاهرة. وقال لك احنا اتعاملنا بأسوأ معاملة، والضغط الجماهيري والعنصرية، وقال لك كلمات اصلا استعطاف واستعطاف يعني للغرب، واستعطاف للكاف، بكلام ما حصلش. وكل الناس شافت الصورة بتاعت الجماهير في الملعب، صورة حضارية، صورة آه، أكتر من حضارية كمان. 60,000 متفرج أو أكتر من 60,000 متفرج. جابوا لك لقطات كده، معرفش قديمة ولا معرفش منين جابوها. بيقول لك الأهلي يعني شبهنا بالأشياء اللي ما يقولوها دي، مش عايز أقول بالعبيد ده حصل فين؟ ما حصلش. وبعدين يا حبيبي، أنت كنادي الهلال بتداري على خطأك وعاوز تستجدي الناس وتلهي جماهيرك عن المصيبة اللي انت عملتي. انت المفروض كانت تأهلت، فانت ضيعت الدنيا وضيعت التأهل بتاعك عشان بس فقط ايه؟ تلهي الناس دي. بقيت تطلع لي بيانات، بيان خايب وبيان عبيط وبيان ما فيهوش اي حاجة من الصحة. وانتوا ولا هتعملوا اي حاجة ولا تقدروا تعملوا اي حاجة. والسنة الجاية هتجي القرعة على الاهلي مع السودان، مع الهلال السوداني، وهيروحوا من درمان وهيلعب في من درمان، وما فيش لاعب هيتمس منه شعره. الاهلي فريق كبير ونادي كبير، عنده اداره، اداره يعني اداره متمكنه، واداره ثابته على الارض، تعرف ازاي تاخد حقوقها. ولو اذكرك من سنتين ثلاثه، من 2018 اظن، لما لعيبه الاهلي لعبوا في السودان وتعادلوا مع الهلال السوداني، ونزلت الجماهير كلها في الملعب، وعملوا شغب وضربوا اللعيبه وضربوا البتاع وعملوا مشاكل كثيره. والاهلي تاهل من المجموعات برضه على حساب مين؟ نادي الهلال السوداني. ومع ذلك الاهلي، لو اذكرك انت يا بتاع الهلال، المفروض كان يقدم شكوى، وكانت شكوته في الوقت ديتي بعد اللي حصل في المباراه نفسها. لانه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بيعاملك على اللي حصل في الملعب بس، بره الملعب ملهوش دعوه. دي مسؤوليه الامن ومسؤوليه السكيورتي بتاع البلد. ف ومع ذلك الاهلي ساعتها قال: انا مش هعمل شكوى للاتحاد الافريقي، حفاظا على العلاقات بين الهلال والاهلي. وساعتها احنا كجماهير الاهلي زعلنا من الاهلي، لانه عمل بيان كده ما وجبش حقوق اللعيبه، ولكن قلنا يعني مصلحه البلد ومصلحه الاخوه مش عارف ايه. يعني تغطي على الجماهير الهلال، وتغطي على ايه يعني اخواتنا السودانيين الباقيين. يعني نسامح جماهير الهلال واداره الهلال عشان باقي الشعب السوداني الطيب والمحترم، واللي احنا عايشين معاهم في كل حته وهم عايشين معانا في كل حته. ولكن جماهير الهلال دي بالذات تركيبي، ما اعرفش، هم يعني زي جماعة الزمالك عندنا كده، هو عايش في المظلومية وكل حياته ان هو مظلوم. يعني لما لعبش مع الاهلي هتلاقي يلهي جماهيره بمظلوم في حتة تانية. الاتحاد الافريقي ظالمنا. يا طيب، انت ما عندكش ملعب، ما عندكش اي الاستاد بتاعك سلالم من الخمسينات بطلت. الكشافات اللي انت مركبها كشافات ليد زي اللي في العربية بتاعتي دي. مفيش كشافات، مفيش عندك مخارج كافية للجماهير، ما عندكش إسعافات للجماهير لو حصلت حاجة. بيان عبيط، بيان ملوش أي لازمة، وبيان فيه تضليل كبير. والأهلي، لو جماهير الأهلي عملت حاجة فيها رد فعل على اللي انتوا عملتوه،
في مباراة الذهاب مع الأهلي ومع لاعيبة الأهلي ومع محمد الشناوي والدكتور بتاع الدكتور طبيب الفريق عندكم، واللي ضرب يعني علي لطفي ضرب قدام الكاميرات، يعني علي لطفي ضرب واضح وصريح من إداري نادي الهلال. يعني انتوا المفروض تداروا خيبتكم وتسكتوا وتركنوا على جنب، مش تعملوا بيانات. لا انت شوف فرقتك شوف لك اللاعب اللي ضيع ضربه جزاء ديت، مع انك كنت هتصعد لو فزت عليه على الهلال، وعندك في الدقيقه 91 92 عندك ضربه جزاء تجيب هي، خلاص كده انت زي الفل. حتى مباراة الاهلي كانوا يلعبوكم بالناشئين، ما كانش يلعبوا بالفريق الكبير. ليه؟ انا طلعت من البطوله خلاص، ولا كان هيبقى فيه جماهير، ولا كان هيبقى فيه 50 60 الف متفرج ولا اي حاجه. كنت انت ريحت نفسك وكنت خلصت نفسك في السودان، بس انت عشان تداري على خيبتك وتداري ادارتك، تداري فشلها، تعمل بيانات على الاهلي مع تستغل الحماس الجماهيري وكره جماهير الهلال لجماهير الاهلي او للاهلي. ودايما البطل، دايما البطل ليه اعداء. ما هو مين كابس على نفسه؟ الزمالك اللي من 2002 ما خدش بطولة افريقيا، وانت ما خدتش طول عمرك فانت يعني والله العظيم انا يعني نفسي الناس دي تكشف على عقليتها. يعني هل هم طبيعيين؟ يعني هل هم مسألة القوة وعدم القوة ديت واحنا هنعمل يا حبيبي؟ مفيش الكلام ديت، الكلام ده مفيش. انك انت انا النادي الاهلي هيجيني السنة الجاية والسنة اللي بعدها واعمل واسوي، مفيش. ما تقدرش يا حبيبي، مش هي صحيح، ولا مش اي حد يقدر يعمل اي حاجة. مش فوضى، مش فوضى انت اللعيبة تجيلك تأذيها ولا تعملها ومش عارف ايه. ده عشان الاهلي بس حفاظا على اللي زي كده عدى موضوع علي لطفي. ولكن لا يا حبيبي مش فوضى هي، ومصر مش ضعيفة او الكلام ده اللي انتم ما تقولوا، ما تحاولوا تخلوا الموضوع موضوع مصر والسودان وتهديد صريح. يا حبيبي شوف، هقول لك حاجة. في ناس بتقول لك مثلا عندنا 4 مليون سوداني في مصر و2 مليون سوداني في السودان. لا، في فرق شاسع ما بين السودانيين اللي في مصر هم اخواتنا وحبايبنا شغالين عندنا، وما بين المصريين، الطلبة المصريين اللي في السودان، اللي هو رايح بفلوسه، ساكن بفلوسه، ما ياكل ويشرب بفلوسه، ما يدعم البلد اصلا، ما يدفع لك رسوم للمدرسة دي بفلوس. فده يعني هو رايح يفيدك. اما انت في مصر، انت شغال في مصر، ما تاخد عملة من مصر وتبعتها على بلدك. فانت مش، لا انت مش ما تفيد البلد، لا انت ما تاخد مني وعبء على عمالتي. ومع ذلك احنا ما نقولوا لا احنا ده انا بحكي لك في الحته دي بخصوص الناس اللي بتقول لك ايه السودانيين والمصريين. لا، في فرق طبعا في ما بين انت رايح سائح او رايح طالب او رايح ما بين انت رايح تشتغل. نرجو من الله انه ربنا يهدي اداره الهلال وجماهير الهلال، ويطلعوا من دماغهم العصبيه والعنصريه. لا، ما فيش تعالي ولا فيش استعلاء، لا من المصريين على السودانيين ولا من السودانيين على المصريين. لا، دي اوهام بس انت عاوز تلهي جماهيرك وخلاص. ده ملخص البيان. السلام عليكم.